السلام عليكم. شايفين العظم بيطلع بسهولة جدا واللحمة دايبة زي الزبدة. نبدأ على بركة الله ونشوف عملناها ازاي. انا عندي قطعتين لحمة ستيك، هتبلهم تتبيلة حلوة بسيطة كده، شوية من الفلفل الاسود وشوية من البابريكا وشوية من الكمون وشوية من الكزبرة وجنزبيل وشوية من زيت الزيتون، وهقلب كله مع بعضه كويس. افضل طريقة لعمايل الستيك يا اما نشويها في الفرن او نسويها على الجريل. بعد كده هضيف عصير ليمون، ليمونة كبيرة كاملة، هضيف كمان فصين من الثوم. بالنسبة للتوابل اللي أنا استخدمتها دي اختيارية، المتوفر عندكم استخدموه. وهقلب كله مع بعضه. عندي كمان بصل وطماطم هفرمهم في الخلاط أو تبشروهم بالمبشرة، وهضيفهم على الصوص الحلو اللي احنا عملناه ده أو التتبيلة الحلوة دي. هضيف الملح وهقلب كله مع بعضه كويس. هشيل شوية من التتبيلة دول عشان هحطهم على الخضار. عندي قطعتين الستيك، هتبلهم كويس قوي في التتبيلة، هغطيهم واركنهم في التلاجة لمدة ساعتين. ده عندي الخضار اللي انا هستخدمه في الوصفة مع الستيك، هحطه في صينية فرن. المتوفر عندكم اعملوا الوصفة دي، مش مقيدة بنوع معين من الخضار. انا ده اللي كان متوفر عندي، بطاطس حطيت معاها بصلاية متقطعة مكعبات، ونص فلفلاية حمرا ونص خضرا، وكمان كام فص توم. عندي الطماطم والبصل اللي كنت فرماهم فاضوا من التتبيلة بتاعت اللحمة، هضيف عليهم معلقة من الصلصة وشوية من زيت الزيتون وشوية من الملح والفلفل، وأقلبهم كويس قوي وأضيفهم على الخضار. الخضار لقيته مال الصينية قوي، هجيب صينية أكبر شوية فضيه فيها. هضيف حوالي نص كوباية مية عشان تسوي الخضار واللحم. ادي اللحمة الستيك بعد ما ركناها ساعتين، هحطها على وش الخضار، هغرقها كويس قوي كده بالتتبيلة، وهغطيها بورقة زبدة، وبعدين هقفلها كويس قوي بالألمونيوم فولي. انا مولعة الفرن وسايباه يسخن اول نص ساعة على درجة حرارة عالية، وبعد كده بهديله النار واسيبها تستوي على راحتها. وصفة سهلة جدا وما بتاخدش اي وقت خالص. ادي بعد ما استوت ده شكلها، شايفين العظم بيطلع بسهولة جدا. اللحمة دايبة دوب زي الزبدة. هنغرفها في طبق التقديم. شايفين مش مستحملة حتى نغرفها في الطبق، اللحمة سايبة من نفسها. ده شكل الطبق بتاعنا، البطاطس مستوية واللحمة كمان مستوية ودايبة. الوصفة دي تقدموها مع عيش أو مع رز زي ما تراءى لحضراتكم. وصفة حلوة جدا، أتمنى إن انتوا تجربوها. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، وإلى اللقاء في وصفات أخرى قادمة. السلام عليكم.